أهلا بكم متابعيني الكرام على قناتكم، وزي ما اتعودتم مننا دايما قصصنا وحكاياتنا كلها واقعية وحقيقية. أبطالها رجال ونساء فتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا حكاياتهم، وأنا بشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. لو أول مرة بتشوف قناتي ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. لو عندكم مشكلة وحابين تشاركوها معايا معلك إلا التواصل على واتساب. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. قصة النهاردة بتقول: أنا جوزي مسافر وبقاله فترة كبيرة، يعني تتعدى 5 سنين، بينزل كل سنتين. طبعا أنا كست متجوزة وبحب جوزي وعلاقتنا مع بعض كويسة. كنت دايما بقوله يعني لا تنزل لي نهائي لا تبعت لنا نيجي نعيش معاك. أنا معايا منه بنت وولد. بصراحة كان أناني جدا معايا، وكان ما بيحبش إلا نفسه، وما كانش بيحب إلا لم الفلوس بس، مش أكتر من كده. لكن من ناحية العاطفة والرومانسية وإن هو يحس إن أنا ست ومحتاجاله، دي كانت معدومة عنده. لغاية ما حصل إن كان ابني كان عمره 7 سنين، كان في سنة تانية ابتدائي. كنت بجيب له مدرس إنجليزي خصوصي في البيت، ولاحظت بعدها إن المدرس ده كان بيبص لي نظرات غريبة، يعني نظرات كلها إعجاب واشتياق كده. ما هو عازب وعنده 30 سنة وما كانش لسه اتجوز، وأنا بالنسبة لي أنا ست جميلة جدا وجسمي جميل جدا ولسه شابة وصغيرة، يعني عمري 33 سنة كده. أنا أكبر منه ب3 سنين مش أكتر من كده. المهم لما لقيت المدرس ده بيجيلي البيت يدي لابني الدرس الخصوصي ونظراته اللي هي غريبة طبعا، حرك فيا مشاعر كنت بحسها اتجاه جوزي، إن هي نظرة الإعجاب ونظرة الرغبة. فاتصلت على جوزي أكتر من مرة وأقوله: علشان خاطري حاول تنزل وتستقر هنا في مصر، على الأقل حتى في الوقت الحالي. انزل لي شهرين 3 كده أجازة أقضيهم معاك، أنا محتاجالك، محتاجة إن أنت تبقى جنبي. بصراحة أنا محتاجالك كست في حياة جوزها. أنا عايزاك تنزل لي بأي طريقة في الوقت ده. قال لي: أنزل إزاي؟ أنت عارفة العقد بتاعي سنتين وما مرش إلا سنة واحدة بس، يعني لسه قدامي سنة على منزل الأجازة بتاعتي. قلت له: خلاص حلها بسيط، لسه في 3 شهور والصيف يجي، يبقى يبعت لي أنا وبنتك وابنك، ابعت لنا زيارة نقعد معاك 3 شهور. قال لي: انت عارفة الراتب هنا بكام علشان تيجي تعيشي معايا 3 شهور؟ وفي ال3 شهور كده يبقى احنا مش هنقدر نوفر حاجة، يبقى الغربة دي لازمتها ايه؟ قلت له: مش مشكلة الفلوس، طز في الفلوس، أهم حاجة إحنا نكون مع بعض، وأهم حاجة أكون قريبة منك. افهمني، أنا محتاجة لك تكون جنبي، أنا محتاجة أكون مع جوزي، أنت فاهمني؟ إن أنا مش فارق معايا أي فلوس قد ما فارق معايا إن أنا محتاجة لك. يا سيدي أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غيرك أنت وعيالي. انزل نهائي واللي ربنا يرزقنا بيه أنا راضية بيه وحمداه حمداه وشكراه. قال لي: بصي، أنا قدامي سنة وما تكتريش في الكلام، سنة وهنزل، وغير كده أنا ليا أجازتي هنزل شهرين بعد السنة وبعد كده أرجع تاني. لكن إن أنا أبعتلك وأنا دخلي بسيط زي ده يا دوبك ناكل ونشرب ونلم حاجة، دي مستحيل. طلعي الفكرة دي من دماغك. قلت له: يعني أنت عايز كده؟ قال لي: أيوه. وقلت له: عامة أنت والله ما أنت حاسس بيا ولا حاسس بالنار اللي جوايا. عامة خلاص كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. بدأ المدرس ده كان بيجيلي يومين في الأسبوع، يعني كان بيجي سبت وتلات، كل أسبوع يدي لابني درس خصوصي. أنا ابني ده في تانية ابتدائي والبنت الكبيرة في تالتة ابتدائي، فكان بيدي ابني درس خصوصي. المهم بقى جالنا، وأنا طبعا كست يعني فرحانة بنفسي وفرحانة بجمالي، وكنت بحس مع نفسي كده إن أنا كأني مراهقة. بانبسط قوي لما الاقي المدرس ده بيبصلي نظرة اعجاب او بنظرة رغبة، او بيحسسني ان انا ست مرغوب فيها. كانت الحاجات دي بتعجبني قوي. فكان لازم لما كان يجي كان لازم اقدم له اي واجب، مرة شاي مرة قهوة مرة نسكافيه. واليوم ده انا قلت لازم اعمل صينية كيك
بالشوكولاتة وتكون جميلة كده وأقدمها له مع الشاي. واليوم ده لبست لبس يعني كده مقسم شوية وملفت وأنا جوايا رغبة ومانيش عارفة أعمل فيها إيه، ومنه لله جوزي مش حاسس بيا كست. فالشيطان طبعا حرك مشاعري، وأنا مش هقول إن أنا كده صح، أنا كده غلط. والحكاية في الآخر اسودت معايا. تابعوا الفيديو للنهاية علشان فيه كوارث كتيرة، وهتكون فيه عظة وعبرة لأي ست حاسة بالحرمان وجوزها غايب. المهم دخلت أنا عملت صينية الكيك وبالشوكولاتة كده وظبطتها، وبصراحة طلعت جميلة جدا جدا يعني عن كل مرة بعملها. وقمت مطلعة حتتين كيك كده بالشوكولاتة وطلعت معاهم كوباية شاي. وانا اتعمدت ان انا البس اللبس الملفت ده، يعني عباية تكون بيتي كده مدية على قصير شوية وتكون خفيفة ومحددة جسمي. وفعلا لما طلعت للمدرس ولقيته بيشرح للولد وقلت له اتفضل حاجة كده بسيطة ويا ريت الشاي يعجبك، ولو احتجت سكر قولي. راح باصصلي كده من فوق لتحت، ولقيت وشه بدأ يعرق كده وبدأ يبصلي بنظرات يعني ملهوف عليا، وإن أنا عجبته جامد، وحسيت إن هو اتأثر بيا. قلت له اتفضل، ولقيته بيقول لي بتقولي ايه؟ قلت له اتفضل الشاي والكيك ويا ريت يعجبوك. المهم قال لي اي حاجة من ايدك حلوة يا مدام. والمهم فعلا قدمت له الشاي والكيك وتعمدت ان انا اقعد قصاده، يعني كأني بشوف ابني ومستواه وايه هو. في الوقت ده قاعد ماسك كوباية الشاي في ايده، وإيده بدأت ترجف كده وتترعش، مش قادر يتحكم في كوباية الشاي لغاية ما وقعت منه. المهم قلت له حصل خير مفيش أي حاجة، طب ممكن يا مستر بس تعديني وأنا يعني هنضف مكان الشاي وهعمل لك إن شاء الله كوباية شاي أحسن منها. قال لي لأ عنك انتي، أنا اللي هعملها. المهم رحت جبت قماشة كده بصابون وحاجات زي كده علشان أنضف المكان مكان الشاي يعني لما وقع عليه. ولقيته عمال يبصلي وانا متعمدة ان انا يعني اعمل حركات تلفت انتباهه ونظره وكده. كنت انا مبسوطة بنظراته دي، يعني حسستني ان انا لسه ست واي حد ممكن يرغبني. نضفت مكان الشاي وقمت جري كده برضو، رحت عملت له كوباية شاي تانية غير اللي وقعت منه. وفعلا اخد الشاي والكيك ولقيته بيقولي اجمل كوباية شاي شربتها في حياتي، والكيك بتاعك بصراحة طعمه يجنن وطعمه حلو قوي، تسلم ايدك يا مدام. قلت له لا بتشكرني على ايه، ده اقل واجب اعملهولك، اهم حاجة مستوى الولد عامل ايه معاك. قال لي تمام جدا ما شاء الله، يعني بدأ يتحسن في الإنجليزي وإن شاء الله هيجي منه. قلت له تمام. المهم ودخلت جوه وسبته يشرح للولد الدرس. تاني حصة جالنا واتعمدت برضو إن أنا ألبس بيجامة تكون شفافة كده وخفيفة، ما أنا جوزي مضيعني والشيطان لعب بيا. لقيته بيبصلي من فوق لتحت كده وبيقولي الولد جاهز علشان يحضر الحصة. قلت له أيوة اتفضل. ولقيته بيبصلي وماسك منديل في ايده كده ومش ملاحق من نظراته لنظرات الإعجاب. وبصراحة كانت عينيه كلها يعني جاذبية وإن هي ملهوفة عليا بطريقة أنا عمري ما شفتها، بس كنت بشوفها أول ما اتجوزت جوزي. المهم قعد وبدأ يدي الدرس للولد، وبعدين أنا رحت أعمل كمان حاجة سخنة علشان أقدمها له. ولقيته كده بيبصلي نظرات جريئة جدا جدا، وأنا ساعتها ما قدرتش أتجاهله، ولقيت نفسي أنا برضو بنظر له بنظرات يعني الإعجاب دي. ولقيته بيقولي تسلم ايديكي على الشاي، بصراحة انت النهاردة تجنني. قمت بصاله فقلت له انت بتقول ايه؟ قال لي لا مفيش حاجة، تسلم يا مدام على كوباية الشاي، تعبتك معايا. وقلت له تعبك راحة. المهم ان انا في الوقت ده الشيطان لعب بيا، وقلت لازم يعني اخد راحتي معاه اكتر من كده. ففكرت في حيلة شيطانية ان انا اخد البنت والولد اوديهم عند اختي، هي بيتها برضو مش بعيد عننا، وانا يعني ادي لنفسي فرصة ان انا اكون قريبة منه. لعب عليا الشيطان وجامد يعني. حسيت ان انا محتاجة فعلا راجل في حياتي، وده بلوم نفسي فيه لآخر حاجة حصلت معايا.
اللي حصل بعد كده كارثة كبيرة. المهم لقيته كده جه على ميعاد الحصة بتاعته، فبعدين لقاني لابسة قميص نوم شفاف كده وعليه روب خفيف قصير. فساعة ما ضرب الجرس كده وبفتح الباب بعد ما شفته من عيني السحرية، لقيته بيقول لي ايه، ازيك يا مدام، الحصة، الولد جاهز النهاردة علشان ياخد الحصة بتاعته. قمت انا بصله كده ولقيته بصلي من فوق لتحت مستغرب، ازاي اول مرة يشوفني بالجراءة دي. ولقيت وشه كده بيعرق، ولقيته بيبصلي من فوق لتحت ووشه بدأ يحمر كده. فبعدين قلت له ايوه بس الحصة النهاردة مش هتبقى للولد، الحصة دي هتبقى لي انا. قال لي ازاي يعني مش فاهم. قلت له الولد والبنت وديتهم عند خالتهم يلعبوا مع العيال. قال لي ازاي يا مدام، ما انتي عارفة ان احنا بندي حصتين في الاسبوع والنهاردة ميعاد حصتنا. قلت له مش مشكلة، انا وابني واحد، تعالى ذاكر لي انا. لقيته بيقول لي طب خلاص انا هجيلك مرة تانية، طب انا هستأذن حضرتك. قلت لنفسي لقيته ماشي كده، قمت انا رامية الروب من على كتفي، ولقيته هو بصلي قوي كده، ولقيت نفسي بدأ يستجيب لي، ولقيته دخل. وفعلا الشيطان لعب عليا، وعملنا مع بعض حاجة ما ترضيش ربنا. المهم في الوقت ده خلاص، هو مادام عمل مرة وانا خلاص استجبت، وهو استجاب ليا. طبعا الموضوع اتكرر كتير، اكتر من مرة. فضلنا على علاقتنا المحرمة دي 7 شهور متواصلين، مرة يجيلي ومرة اروح له بيته، لو هو مثلا ما عندوش حد في البيت يعني اهله مثلا بره البيت وبيته مهيأ انه يقابل اي حد. وساعات كنا بنتقابل في فندق. وبدأ يجي دروس الولد برضه في مواعيدها ملتزمة. بس أنا بدأت إن أنا أخاف إن أختي تشك فيا، إن هي برضه بيتها مش بعيد عني، إنها ممكن تجيلي فجأة في أي وقت وتلاقيه موجود عندي. والناس ونظراتهم، لغاية ما حصلت الكارثة. بعد 7 شهور علاقة بيني وبينه، لقيت نفسي بطني بدأت توجعني، ولقيت نفسي مش قادرة ولا آكل ولا أشرب، وقرفانة من كل حاجة. ساعتها قلت يا خراب اسود، لا يكون أنا حامل، طب أنا جوزي مسافر، الناس هتقول عليا إيه. المهم لقيت نفسي مش قادرة خالص، مش قادرة أتحمل التعب. ورحت جبت شريط حمل، اختبار حمل من الصيدلية، وفعلا طلع شرطتين، يعني كده أنا حامل في الوقت ده. طبعًا أنا لطمت على وشي وقعدت أصرخ وقُلت يا فضيحتي، جِبت العار لنفسي والعار لأهلي والعار لولادي. أنا هاعمل إيه بعد الكارثة دي، بعد الكارثة اللي حصلت لي دي. المهم لقيت نفسي باتصل على المدرس وباقول له الحقني أنا في مصيبة كبيرة. قال لي خير إيه اللي حصل؟ قُلت له أنا حامل ومش عارفة أعمل إيه. قال لي وإيه المشكلة، ما أنتِ خلاص كده متجوزة. قُلت له متجوزة إزاي يا ابني، أنا جوزي مسافر بقى له سنة دلوقتي و7 شهور، أنت بتتكلم في إيه وإزاي أنا أبقى حامل وجوزي غايب عني؟ قال لي مش مشكلتي، دي مشكلتِك أنتِ، أنتِ اللي كنتِ عايزة كده، وأنتِ اللي كنتِ سايبة نفسِك، وأنا يعني لبيت لِك رغبتِك، وأنا لمّا لقيتِك عايزة كده أنا استجبت لِك وريحتِك. أنا الموضوع ده ما لوش حل عندي، الموضوع ده عندِك أنتِ. قُمت قايلة له يعني أعمل إيه دلوقتي؟ وفضحتي اللي هتبان دلوقتي. قال لي أعمل لِك إيه يعني؟ مش مشكلتي، دي مشكلتِك أنتِ، أنتِ جريئة زيادة عن اللزوم واللي أنتِ عايزاه بتعمليه، وأنا كنت بالنسبة لِك مجرد تحقيق رغبة مش أكتر. أنا لا بتاع الكلام ده ولا بتاع المشاكل دي، مشكلتِك دي حليها مع نفسِك، أنا ما ليش فيها وما لهاش عندي حل. وعايزة أنصحِك نصيحة لوجه الله، اعتبريها من مدرس لتلميذة، أما ييجي مدرس بعد كده لابنِك التزمي احترامِك واحترمي سنِّك، والبسي حاجة تقيلة، بلاش قمصان النوم العريانة دي، والبيجامات اللي ملفتة، واللبس القصير اللي انتِ استدرجتيني بيه، لإني هتقعي في نفس المشكلة. لكن مشكلتِك يا حبيبتي ما لهاش حل عندي، أنا إنسان مجرد اللي بيني وبينِك هو حتة درس خصوصي، أنا لا شُفتِك ولا عرفتِك ولا عملت معاكِ أي حاجة، دي مشكلتِك مش مشكلتي. أنا في الوقت ده حسيت نفسي إن أنا رخيصة جدًا، وإزاي إن أنا أحقر واحدة على وجه الأرض. وحسيت بنفسي إن أنا فعلًا يعني أسوأ ست في حياتي، وحسيت بنفسي إن أنا قادرة جدًا لمّا لقيته بيكلمني بالأسلوب ده، وإن هو يعني حسسني إن أنا حقيرة جدًا، وسابني وأنا في المحنة دي.
وساعتها عمل لي بلوك من المكالمات والبرامج التواصل الاجتماعي كلها، ولقيته قطع علاقته بيا نهائي وكمان بالولدين، وما بقتش عارفة عنه أي حاجة. في الوقت ده أنا بقيت أقول لنفسي أعمل إيه في المصيبة دي؟ أنا فضحت نفسي وفضحت روحي وفضحت عيالي وجبت العار لكل عيلتي. أنا مشيت ورا الشيطان، والشيطان رغبة سامة. يعني أنا كان عندي إن أنا أتطلق من جوزي وأتجوز بالحلال، ولا إني أحط نفسي في العار ده. والصدمة الكبيرة والكارثة الكبيرة اللي محدش يتوقعها، لقيت جوزي بيقول لي: أنا حجزت كلها 15 يوم ونازل. أنا خلاص الحمل بتاعي بقى في الشهر التالت، يعني علامات الحمل بدأت تبان عليا. طب أعمل إيه في المصيبة دي؟ وهاقول له إيه؟ وأواجهه إزاي؟ حتى لمّا رُحت للدكتورة قُلت لها إن أنا نِفْسي أنزِّل الحمل ده، قالت لي: "الحمل فيه الروح والجنين فيه النبض، ما ينفعش إن أنتِ تنزّليه، ده خطر عليكِ وخطر على الجنين وخطر عليكم أنتم الاتنين أكتر من بعض، أنتِ كده تعتبري بتقتلي روح ربنا خلقها." لإن الموضوع بقى صعب جدًا إنه ينزل. كان في البداية في الأول طبعًا أنا ما كنتش اكتشفت الحمل إلا بعد مرور شهرين. طب أعمل إيه؟ وجوزي نازل ومش عارفة أواجهه بالفضيحة اللي أنا فيها، ولا هاواجه المجتمع ولا أواجه نفسي. ما بقيتش عارفة أعمل إيه، والبني آدم اللي غلطت معاه شال إيده من كل حاجة، وما عدتش أعرف عنه أي حاجة، ولا عاد بيستجيب لي في اتصال. عملت أكتر من شريحة، وكل ما أرن عليه من رقم يعمل له بلوك، وبقيت شايلة الهم لوحدي. وخلاص انفضحت، فضيحتي قرّبت تبان، وجوزي على وصول والدنيا معايا بقت ملخبطة. قولوا لي أعمل إيه في الوكسة الكبيرة دي والكارثة اللي أنا فيها؟ ودي نهاية اللي يمشي في الحرام. عمر الحرام ما بينفع، وعمر ما في واحدة بتنزّل من نفسها وتهزّق نفسها وتهين نفسها مع واحد وفي الآخر بيُقف جنبها. أنتِ هنتِ نفسِك وبقت مشكلتِك خلاص، أنتِ كده انكتب عليكِ الفضيحة وانكشف سترِك، وانكشف ستر ربنا من عليكِ. يعني قصة قذرة جدًا فعلًا لمّا سمعتها. أنا بانصح أي ست متجوزة وجوزها مسافر أو مش موجود، يا إما ينزل لها طالما هي حاسة إن هي محتاجة للراجل، لا ينزل يقضّي معاها حياته، لا إما تسافر له، يا إما حاسة إن هي يعني رغبتها قوية من إنها تستحمل إن هي تبعد عن جوزها، تتطلق بالحلال وتتجوز بما يرضي الله. الجواز والطلاق مش عيب، لكن مشي البطال ومشي الحرام وفضايح وكوارث وكشف الأعراض مش حلو. فأنا بانصح أي ست، لو انت فعلا محتاجة لجوزك وحاسة بالحرمان، يا إما تسافري له يا يجيلك، يا إما تطلقي منه وتتجوزي بالحلال. لكن الزنا والحرام آخرته كوارث وآخرته فضايح زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انتوا انصحوها في التعليقات وشوفوا تعمل ايه، رغم ان هي ما ينفعش معاها النصايح، ولا خلاص عادي يفيد معاها ندم. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. لو كملت معايا القصة لحد هنا ما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، لأنه أكيد بيهمني. واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وياريت لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا قصتنا النهاردة وتعم العبرة والعظة. أسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.